لو لقيت اخوك صاحي من النوم فجأة وبيقول لك انا مش سامع حاجة بودني الشمال، ايه اول حاجة لازم تفكر فيها؟ في فيديو النهارده انت الدكتور، فالبس البلطو بتاعك وتعالى احكي لك حكاية. خالد صحى من النوم على رنة الموبايل، مسك الموبايل حطه على ودنه اليمين واتكلم عادي. بعدها جرب ينقله الناحية التانية، فجأة ما سمعش اي حاجة. قال عادي، ممكن تكون مشكلة شبكة من مكان لمكان. فجه يرجعه الناحية التانية، سمع. جرب يحطه على الشمال مرة تانية، ما سمعش اي حاجة. وهنا فكر ان ممكن تكون مشكلة شمع، دور برد، وقال شوية وهتعدي. فضل أسبوع والتاني والتالت، مفيش أي تحسن. فأخيرا قرر إنه يروح للدكتور. وهنا كانت الصدمة. الدكتور لما كشف عليه قال له كلمة فضلت ترن في ودانه: يا ريتك كنت جيت من بدري. لو خالد ده حد تعرفه، لازم تحط في دماغك حالة مهمة أوي اسمها sudden sensorineural hearing loss. وزي ما اتفقنا، أنت كدكتور لازم تستبعد الحاجة الأخطر الأول وبعدها تشوف الأسباب التانية. لكن لو استسهلت قلت فترة وهتعدي، للأسف ممكن الحالة تكون غير قابلة للعلاج. وده ما يمنعش إن هي ممكن تكون حاجة بسيطة، شوية شمع، دور برد. بس زي ما اتفقنا، لازم نستبعد الأخطر. لو مهتم بالسلسلة اعمل فولو واستنى الفيديو اللي جاي.